خلينا نهدى كده ونفهم اللي حصل خطوة خطوة، لأن الأحداث اللي جرت في الساعات الأخيرة فيها لخبطة كبيرة ومحتاجة ترتيب. البداية كانت مع دونالد ترامب اللي فجأة تجاهل كل كلامه عن التهدئة والمفاوضات والمهلة اللي كان بيتكلم عنها، وكأنه قرر يقفل الصفحة دي خالص وخرج بضربة عسكرية محدودة بالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت منشآت طاقة داخل إيران وتحديدا في مدن زي أصفهان. الضربات ركزت على مباني إدارة الغاز ومحطات تخفيض الضغط وكمان أجزاء من خطوط الأنابيب اللي بتغذي الشبكة، لكن حسب المعلومات الأولية الخسائر كانت مادية بس ومفيش تقارير مؤكدة عن ضحايا، وكمان مفيش منشآت خرجت بشكل كامل من الخدمة لحد دلوقتي. فالموضوع كله باين إنه ضربة محسوبة ومحدودة، وده خلى ناس كتير تسأل هل دي مجرد حركة من ترامب علشان يحفظ ماء وجهه بعد تصريحات إيرانية رفضت التفاوض معاه؟ لكن المفاجأة الحقيقية ما كانتش في إيران، كانت بعدها مباشرة داخل أمريكا نفسها وتحديدا في ولاية تكساس لما حصل انفجار ضخم في مصفاة نفط في مدينة بورت آرثر. المصفاة دي تابعة لشركة فاليرو إنرجي وطاقتها الإنتاجية كبيرة جدا، بتوصل لأكتر من 335 ألف برميل يوميا، ولحد اللحظة دي الحريق لسه مستمر ومفيش تفسير واضح لسبب أو حجم الخسائر الفعلية، وده فتح باب تساؤلات كبيرة جدا. هل اللي حصل ده ممكن يكون رد إيراني مباشر جوه الأراضي الأمريكية؟ ولو صح يبقى احنا قدام تصعيد غير مسبوق، أو هل ممكن يكون تحرك من خلايا نائمة؟ وفي نفس الوقت في سيناريو تاني بيظهر، وهو احتمال إن اللي حصل يكون عملية فولس فلاج، يعني حدث مدبر بهدف توجيه الرأي العام، وده بيخلي البعض يقارن اللي حصل بفكرة أحداث 11 سبتمبر. لكن كل دي لحد دلوقتي دي مجرد احتمالات ومفيش دليل قاطع على أي سيناريو. طيب نروح للجانب التاني، هل إيران سكتت؟ الظاهر إن في تحركات بدأت، وده واضح من اللي حصل في الكويت. حسب تقارير إعلامية حصل انقطاع واسع في الكهرباء في مناطق مختلفة، ووزارة الكهرباء أعلنت إن 7 خطوط نقل طاقة خرجوا عن الخدمة، والسبب المعلن كان سقوط شظايا نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لصاروخ باليستي، وده يفتح باب أسئلة برضو، هل ده جزء من رد إيراني فعلا ولا حادث منفصل ملوش علاقة؟ لحد اللحظة الصورة مش كاملة وكل الاحتمالات مفتوحة، والإجابة الحاسمة غالبا هتظهر مع تطور الأحداث في الساعات الجاية.